السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا النهارده بقى عملت لهم الغدا عجة. كلهم بقى يقولوا لي ايه عجة ايه يا ماما اللي انت هتعمليها دي؟ قلت لهم بس هتدوقوها. مش هقول لكم، كانوا بيكحتوا في الصينية من حلاوتها، كانوا مبسوطين جدا بينها. قلت لهم الحاجات دي احنا ايه اهالينا كانت معودانا عليها، فالحاجات بتبقى طعمها حلو قوي. وانا رحت عاملاها لهم النهارده. انا اسفه. يا رب انصر فلسطين. ادعوا لها والله كلكم، لان ايه بصراحه احنا كلنا بصراحه قلقانين جدا ومتضايقين علشانهم. ربنا ينصرهم. بصوا العجه وحلاوه العجه. انا عملت عشان عملتها صينيه كبيره، عملتها ب8 بيضات وفلفل الوان وفلفل اخضر. خرطت فلفل اخضر فلفل الوان يعني وخضره، وحطيت قطيتين كده حلوين، خرطتهم برضو. وطبعا بصلتين، ما كترتش البصل قوي بقى عشان انتوا عارفين البصل غالي. حطيت بصلتين كده كبار وخرطتهم. هنا بقى هحط البصل على النار، يعني يا دوبك احس ان هو استوى بس مش هحمره. ونزلت بالزيت. ابني واقف جنبي مني بيقول لي خف يا ماما من الزيت، عشان الزيت انا رحت جبتها الازازه ب70 جنيه. هنا بقى كسرت ال8 بيضات عشان انا عامله صينيه كبيره. وهو يعني لو عايزه تحط 15 بيضه حطي، يلا انخرب بيت ابوك خد لك منه قالب. احنا كده. بس انا حاطه 8 بيضات بصراحه. بكسرهم بقى. هكسر ال8 بيضات. بنتي واقفه جنب مني، قشر البيض لما بيسقط حته قشر البيض وقعت فهي بتشيلها. انا برضو ما انا باخد بالي، يعني هي مش عارفه بنتي ايه مراقباني ليه، مراقباني يا جماعه، حاطه عيني عليا. نزلت هنا بقى ايه ب8 بيضات اهمت. هقلبهم بقى كويس جدا. طبعا حطيت فلفل اسود. بصوا انا مش بحب اللي هو الفلفل الاسود في الاكل بصراحه. مش كل اكلي بحطه فيه يعني مش كل اكلي بحط فيه توابل. بس هي عشان زفرت البيت فلفل اسود، والبيكنج باودر ده انا حطيته عشان ينفشها. انا اسفه. عشان ينفش العجايه بتاعتي. في ناس ما بتحبهاش منفوشة بتحطها كده وخلاص. هنا بقى بصوا حطيت الخضرة وحطيت الفلفل الألوان وحطيت كله على بعضه كده وقلبته. هقلبه بقى كويس كده ببعضه. ودقيق يا حبايبي، انا حطيت بصوا كوباية دقيق. وانتي براحتك برضو، يعني عايزة تكتري كتري. بس انا كوباية دقيق، مش كوباية كاملة كمان، ده انا كوباية الا ربع كده، عشان تبقى كلها بيض كده ومنفوشة وحلو. وقلبتها كويس. وحضرت بقى صينية. عندي على حضرت صينية وعصتها زيت عشان ما تلزقش مني. يا حبايبي الصينية حطيت فيها شوية زيت. هنا هنزل بالعجة بتاعته. بصوا حتى شكلها مش هقول لكم روعة، بجد روعة. وانتوا عارفين اول ما جه ابني وعرف ان انا عملت عجة، جاي من الشغل بيقول لي انت عامله ايه، بقول له عجة. قال لي ايه يا ماما، ايه يا ماما ده؟ قلت له بقول لكم ما نمشي على قدنا، ورغم هي بتكلف يعني مش بتكلفش بتكلف. ببص لقيته احلى بعدها عجة. بشويه بكلم اخته في التليفون، لقيته بيقول لها، لقيت واكل الصينيه كلها.